السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا تم التوصل إلى حل واتفاق مبدئي ما بين الرئيس بايدن وكيفن ماكارثي ده زعيم الجمهوريين حول رفع سقف الدين الأمريكي. يا ترى ده تأثيره إيه على السعر العالمي؟ وهل الوقت ده مناسب للشراء ولا لأ؟ وإمتى هنشوف استقرار في الأسعار المحلية؟ وإمتى هتقارب للسعر العالمي؟ وليه بلاش شراء يوم الجمعة والسبت والحد؟ كل ده هنجاوب عليه في الحلقة دي، وما تنساش تعمل لايك. يلا بينا. السلام عليكم. طبعا كل اللي متابعيني عارفين ان انا كنت متفائل ان ازمة سقف الدين هتتحل، وده لان تداعيات ان امريكا تتخلف عن سداد دينها كبيرة جدا. اهم التداعيات دي رقم 1 خفض التصنيف الائتماني اللي كانت قالته وكالة فيتش. رقم 2 خسارة 3 مليون وظيفة. رقم 3 انخفاض ثقة المستهلك ودفع الاقتصاد الأمريكي للركود. رقم 4 وده أهم سبب دفع المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي ضعف عملة الدولار. الدولار ما ينفعش يقع ولا ينفع يضعف، الدولار بيتعامل معاملة الملاذ الآمن. وأعلن البيت الأبيض حول اتفاق مبدئي على رفع سقف الدين الأمريكي، ويشمل تخفيض الإنفاق ولا يشمل أي ضرائب جديدة. ومن المتوقع أنه يبدأ التصويت عليه من الكونجرس الأيام اللي جاية، وبالتحديد على يوم الأربعاء، وده هيكون له تأثير على السعر العالمي. وأتوقع أن ينخفض السعر العالمي فور صدور القرار الرسمية من 50 ل 100 دولار، ودي هتكون فرصة كويسة جدا لأي حد خارج مصر أنه يشتري على السعر العالمي، وممكن تكون فرصة كويسة داخل مصر لو اتبعنا السعر العالمي. اما لو ما اتبعناهوش وتجاهلناه هيبقى الحجة عرض وطلب. طيب هل الوقت ده مناسب للشراء ولا لا؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده لازم حضرتك تكون عارف ان العقود الاجلة للجنيه مقابل الدولار على مدار شهر قدام عاملة 32 جنيه للدولار الواحد، وكانت في 25/4 اللي فات كانت عاملة 35 جنيه، يعني في تراجع. وعلى مدار سنة العقود الاجلة بقت 43 جنيه وكانت 44 جنيه. لازم حضرتك تكون عارف وفاهم ان العقود الاجلة لسنة قدام محسوبة على 43 جنيه، مش على 30 ولا 35 ولا 37، لا، بعد سنة على 43 جنيه. طيب يعني ايه عقود اجلة؟ العقود الآجلة هي اتفاق ما بين شخصين على سلعة. حضرتك هتاخد مني سلعة وهتحاسبني بعد سنة. طب الدولار دلوقتي على 30 جنيه، لما هاجي هتحاسبني بعد سنة على 30 جنيه؟ لا، العقود الآجلة دي هي الحساب بعد سنة وهنتحاسب على سعر 43 جنيه. وخلي بالك عشان احنا دخلنا في الدوامة دي من فترة. تعال بقى نحسب. هات السعر العالمي للأونصة بالدولار حاليا عامل 1946 دولار، اقسمهم على عدد جرامات الأونصة اللي هي 31.1، ده هيديك 62 دولار ونص. هات بقى عيار 24 دلوقتي عامل 2685، اقسمهم على 62.5 دولار، شوف هيديك كام. هيطلع الناتج مع حضرتك 42 جنيه 95 قرش، يعني يقول 43. يعني الذهب حاليا محسوب على سعر عقود آجلة سنة قدام، مش سعره دلوقتي. وبالمرة عشان ناس كتير سألتني احسب عيار 21 ازاي، حضرتك هتجيب عيار 24 اللي هو عامل 2685، هتضربهم في عيار 21 اللي هو الرقم، هتضرب الرقم ده 2685 في 21 على 24 هيطلع لحضرتك 2349. وبما ان احنا بنمشي بالخمسة اللي هم 2350، ده عيار 21 ودي طريقة حسبته. تقدر بقى حضرتك دلوقتي تجاوبني وتقول لي ده وقت مناسب للشراء؟ قولا واحدا انا وجهة نظري لا. كل واحد فينا له وجهة نظر. لو حضرتك مقتنع بوجهة النظر على السعر ده اشتري، اما لو مش مقتنع ممكن تنتظر، ودي برضو وجهة نظري. طيب امتى هنشوف استقرار في السعر المحلي او يكون قريب من السعر العالمي حتى لو هيبقى اعلى منه 100 او 150 جنيه؟ قولا واحدا بعد التعويم. قبل التعويم هيبقى صعب. طيب هشرح حتة بعد التعويم عشان اتسألت فيها كتير جدا وركز معايا. اي سلعة مسعرة على سعر البنك 30 جنيه 95 قرش بعد التعويم، ولو التعويم تم هتطلع ل 35 جنيه.
فطبيعي انها هتغلى، اي حاجه بعد التعويم تغلى لانها مسعره على سعر البنك. انما سلعه زي الذهب مش مسعره على 30 جنيه ولا مسعره على 35 جنيه المتوقع صدوره في البنك، ومش مسعره على سعر السوق السوداء ولا 37 ولا 38، دي مسعره على 42 95 قرش. طبيعي انها مسعره اعلى من كل ده وبدولار تحوطي. واوعى تفكر ان دولة زي مصر عايزة تطلع من الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه هتمشي ب3 اسعار لسعر الصرف: سعر السوق الرسمي اللي هو سعر البنك، وسعر السوق السوداء، وسعر الدولار التحوطي للصاغة. ما ينفعش دولة زي مصر تمشي ب3 اسعار في سعر الصرف. عشان كده بقول ان بعد التعويم المتوقع يوصل ل 35 جنيه. الذهب مش هينزل للسعر ده، الذهب هينزل لسعر السوق السوداء. السوق السوداء مش هتختفي ولكن هتتقنن شوية وهتطلع ل 37. السوق السوداء هتبقى 37 والرسمي 35. اذا اللي ابو 42 95 قرش اللي هو متحوط بيه دلوقتي هينزل ل 37. مش بقول الذهب هيرخص، الذهب مسعر بأعلى من قيمته، هينخفض لقيمته، ولكن قولا واحدا بعد التعويم. نصيحة من أخ لحضراتكم: بلاش شراء أيام الجمعة والسبت والحد من كل أسبوع، لأن البورصة العالمية بتكون أجازة وبيقوم التاجر برفع السعر إلى أعلى مستوى للتحوط علشان يبعد عن أي مخاطرة تحصل للسعر العالمي يوم الاثنين. الخلاصة إن ده مش وقت شراء، ده وقت زي ما قلنا قبل كده إن احنا نتفرج نشوف السوق رايح فين. وطبعا لما يحصل استقرار هنبدأ نشرح الناس تشتري ايه وتحط فلوسها وتستثمر في ايه، اذا كان سبائك 24 او جنيهات 21، وهنشرح كل حاجة بالتفصيل. ان السبائك ليها مصنعية وليها كاش باك، والجنيهات ليها مصنعية ومش كل الشركات ليها كاش باك. عشان كده هنعمل حلقة بالتفصيل نتكلم فيها عن الجنيهات وعن السبائك بناء على رغبة حضراتكم. طيب في الاول وفي الاخر ده رأيي الشخصي، لو حضرتك متقبله ممكن تعمل بيه، مش متقبله ده رأيك وليك مطلق الحرية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، واي حد ليه استفسار او تعليق سيبولي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.